لو سمعت ان في شركه باعت بمليار جنيه السنه دي، هل ده بقى معناه ان هي شركه ناجحه وكسبت مليار جنيه؟ لازم نفرق جدا ما بين اللي دخل الخزنه وبين اللي فضل في الجيب فعليا. الايرادات هي اجمالي الفلوس اللي الشركه حصلتها من بيع منتجاتها. الرقم ده بيتحسب قبل ما تدفع اي حاجه، ده بيعبر عن حجم نشاط الشركه وانتشارها في السوق، لكن ده مش معناه ابدا انها كسبت. اما صافي الربح هو المبلغ اللي بيفضل للشركه بعد ما تخصم من الايرادات كل التكاليف، مواد خام، مرتبات، ايجارات، كهرباء، وضرائب، واي مصاريف تانية. كل حاجه بتتاخد من الايرادات لحد ما نوصل للفلوس اللي بجد معانا في الخزنه. وممكن جدا تلاقي شركه ايراداتها ضخمه بمليارات لكن مصاريفها اكبر، وتلاقي للاسف الشركه خسرانه. عشان كده انت بقى كمستثمر عينك لازم تكون على صافي الربح، لان ده معيار كفاءه الشركه، وده بقى اللي منه بيتوزع عليك انت الربح فعليا. طيب تعال اديك مثال واقعي. سواق تاكسي دخل في يومه 1000 جنيه، دي كده الايرادات. طيب صرف 800 جنيه بنزين وزيت وصيانه، دي بقى المصاريف. يبقى اللي فضل في جيبه فعليا 200 جنيه، وده بقى صافي الربح. اسمع الخلاصه من اخوك درويش. الايرادات بتساعدك انك تعرف حجم النشاط، اما بقى صافي الربح بيوريك الكفاءه وقدره الشركه ان هي تحول المبيعات لمكسب حقيقي. لو حبيت تعرف اكتر اعمل فولو درويش تكسب وتعيش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.